في ماي 2008 تم اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة الناظور. من بعد التحقيق تم التعرف على أنها كترجع لضحايا أحداث إضراب الريف في 19 يناير 1984. هذيك الأحداث الناس اللي شاركوا فيها شتمهم الحسن الثاني بالأوباش، وبالصدفة هذيك المقبرة سماوها المقبرة الحسنية، وهي مقبرة كتواجد حدا الثكنة الإقليمية للوقاية المدنية في المدخل ديال مدينة الناظور. كانوا الجنود ديال الوقاية المدنية كيحفروا باش يوسعوا الثكنة ولقاو العظام ديال بنادم، والسبب ديال التسمية المقبرة بالحسنية كيرجع لذاك الفترة اللي عرفت توترات ديال الإضراب من منطقة الريف. كانت المدينة كتوفر على مستشفى سميتو المستشفى الحسني. رفضوا المسؤولين ديال المستشفى فاش دار الإضراب في 19 يناير 1984 يقدموا الإسعافات الأولية للمواطنين اللي الجيش تيرا فيهم بالقرطاس، وغالبية الناس ماتوا بالقرطاس ديال الجيش. كانوا كيهزوهم في الكاميونات التابعة للعسكر من المستشفى الحسني نيشان المقبرة. اتحفرات المقبرة بتعليمات من جهات عليا دفنوا فيها الناس اللي شتمهم الحسن الثاني بالأوباش. تدفن في هذه المقبرة تلاميذ وطلبة، ومن بين هؤلاء نجيم المرابط 14 سنة اللي رفض أنفاسه أمام مدرسة الحي المدني بعد تلقيه رصاصة في البطن. وتدفن بالمقبرة نفسها زهير فارس 15 سنة مات من بعد ما اخترقت رصاصة قلبه الصغير وهو كيلعب. كان مصير المصطفى عبد السلامة القتل برصاص العسكر أمه كتشوف فيه. اللي كيوحد ما بين حالة نجيب وزهير والمصطفى هو أنهم مازالين أحياء في كنانيش الحالة المدنية ديال والديهم، ما اعترفاتش السلطات بقتلهم. الحصيلة اللي اعلن عليها الوزير الأول في ذاك الوقت في تصريح صحفي من بعد مرور 5 أيام على الأحداث هي وفاة 16 مواطن مغربي وإصابة 37 اخرين من بينهم 5 ديال رجال الأمن. الرقم اللي اعلن عليه الوزير الاول في ذاك الوقت كيتطابق مع عدد الهياكل الآدمية اللي تم العثور عليها صدفة في مركز الوقاية المدنية بمدينة الناظور. كيحكي عبد السلام المرابط على مظاهرات 19 يناير 1984 بالناظور وكيقول: شفت العسكر كيقتلوا المتظاهرين بحال الذبان. كانوا تلاميذ خارجين من ثانوية عبد الكريم الخطابي وإعدادية الفطواكي، استعملوا الرشاشات والمسدسات والدبابات والمروحيات باش يفرقوهم. وكيضيف: خويا نجيم كان غادي للمدرسة وكان كيقرا في القسم الثالث ابتدائي، كان صغير ما كيعرف والو، ما كيعرف لا غلاء اسعار لا حتى شي حاجه، خرج غير باش يسول واش كاينه القرايه لانه سمع راه كاين الاضراب، ولكن منين خرج ما عمرو رجع لينا لحتى لدابا، ومازالين كننتظروه باش نعرفوا واش غادي تكون القرايه في العشيه ولا لا. في ذاك اليوم كيقول عبد السلام هو كيبكي: ما خليت حتى بلاصه في الناظور وانا كنقلب عليه بالرغم من مطاردات العسكر. من بعد 3 أيام قال لي ممرض في المستشفى الحسني: راه خوك مات بقرطاسة جاتو في قلبه. من بين قصص الاغتيالات المثيرة اللي رفقات أحداث إضراب 19 يناير 1984 بالناظور تلك الطريقة اللي مات بها المصطفى عبد السلامة. كان الشاب عمره 21 سنة، كان يوم وقوع الإضراب في طنجة كيعمل في ورش لبناء المسجد لفائدة إحدى الشركات السعودية. رجع للناظور في 23 يناير، أي من بعد 4 أيام من الأحداث. كيذكر خوه كريم أن شقيقه المصطفى هو وأمه ناضوا بسرعة باش يفتحوا باب المنزل لأنهم سمعوا طرقات قوية على الباب. فتحوا الباب لقوا البيت محاصر بجوج دبابات ورشاشات قوات الأمن كتوجه تجاه الباب. اخترق جسد المصطفى، أمه كتشوف فيه، وطلبوا البوليس من أمه ترجع للخلف وتسد الباب. بعد أيام خرج الحسن الثاني في خطاب شهير كيعاتب الشعب ديالو: واش المغاربة رجعتوا خفاف؟ وصلنا لهذا الحد بواسطة إما الأطفال أو الأوباش. الأوباش الناظور، الحسيمة، تطوان، القصر الكبير. الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب والسرقة استعملوا الذراري الصغار هما الأولين وزيدوهم في المظاهرات. الناس ديال الشمال راهم عارفين ولي العهد، وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب، يعرفوا الحسن الثاني اللي موالفين به.